ازيكم عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في القناة التعليمية عالدغري. هنقدم ليكم حكاية جديدة بشكل سهل ومبسط. اوعوا تنسوا الاشتراك والمتابعة، ويلا بينا. تخيلوا كده حرب مش بس ضد بني آدمين، لأ، حرب ضد الكوكب نفسه. في تحليلنا النهاردة هنرجع بالزمن لقصة واحدة من أكبر الكوارث البيئية اللي عملها الإنسان في التاريخ، وهنشوف كمان قصة الصمود المذهلة اللي جت بعدها. عشان ندخل في القصة على طول خلينا نبدأ من قلب العاصفة سنة 1991. هاشم سيد هاشم اللي كان شايف كل حاجة بعينه بيوصف لنا مشهد يعني صعب حتى نتخيله. اللحظة اللي نهار الكويت اتحول فيها الليل دامس والسما اسودت تماما. طب إيه سبب السواد ده كله؟ السبب هو أكتر من 700 بئر نفط. أيوة 700، الرقم لوحده مرعب. الآبار دي كلها تم إشعالها عن عمد وبشكل منظم جدا من القوات العراقية وهي بتنسحب. الهدف ما كانش بس تعطيل الكويت، الهدف كان محو شريان حياتها الاقتصادي بالكامل. والموضوع ما كانش مجرد دخان في السماء وخلاص، لا، الحرائق دي كونت بحيرات ضخمة من النفط الخام السام، غطت مساحة 114 كيلو متر مربع من الصحراء. عشان بس نتخيل الرقم ده، دي مساحة أكبر من مدينة زي باريس. الكارثة دي ما كانتش في كويت وبس، دي وصلت للعالم كله. تخيلوا معايا إن الدخان سفر أكتر من 2000 كيلومتر لحد حدود الصين والهند، والرماد الأسود بتاع الحرايق وقع في أماكن بعيدة زي اليابان وجزر هاواي، والتأثير كان مباشر لدرجة إن درجة الحرارة في الكويت نفسها نزلت 10 درجات كاملة، لأن الدخان كان حاجب الشمس. طيب، بعد كل الدمار ده، السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه؟ إيه الدافع ورا عمل زي ده؟ عشان نفهم الحكاية لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونحاول نفكك خيوط الأزمة من أولها. في الجزء ده هنشوف مع بعض إيه هي جذور الغزو ونحلل الدوافع المعقدة السياسية والتاريخية اللي في الآخر أدت للكارثة البيئية دي. فاهم اللي حصل ده؟ مش مجرد كلام في التاريخ وخلاص، لا، ده مهم قوي عشان نعرف ازاي التوترات السياسية ممكن في لحظة تتحول لحرب ضد البيئة. وده درس لازم نتعلمه كويس قوي عشان نمنع ده يتكرر. القصة هنا معقدة ومتشابكة قوي، مش سبب واحد وخلاص. يعني عندك من ناحية خلافات قديمة على الحدود، وخصوصا حوالين حقل نفط الروميلة اللي العراق كان بيتهم الكويت إنها بتسرق منه. ومن ناحية تانية كان في ضغوط داخلية رهيبة على العراق بسبب الديون اللي تراكمت عليه بعد حربه مع إيران. كل ده حصل في وقت العالم نفسه كان بيتغير، وده سهل المناخ للغزو. وهنا بقى القصة بتاخد منحنى تاني خالص. من قلب السواد ده بتطلع قصة أمل. بعد ما فهمنا إيه اللي سبب الكارثة، يلا بينا ننتقل للجزء التاني من الحكاية، قصة مواجهة الدمار ده بجهد دولي وإرادة إنسانية محدش كان يتوقع. السرعة كانت مدهشة بصراحة. في فبراير النار ولعت، في مارس العالم كله اتحرك، وفي نوفمبر من نفس السنة، يعني في أقل من 9 شهور، آخر بير الطفى. كان سباق حقيقي ضد الزمن، والعالم كله اتحد عشان يكسبه. في الأول الكل كان بيقول مستحيل. الخبراء نفسهم تقديراتهم كانت بتقول إن المهمة دي هتحتاج من 2 ل5 سنين، لكن اللي حصل كان حاجة أقرب للمعجزة. 27 فريق من 10 دول مختلفة قدروا يخلصوا المهمة في أقل من 8 شهور. ده إنجاز يورينا قوة الإرادة البشرية لما بتتحد لهدف واحد. الكلام ده اللي قاله نزار العدساني بيلخص روح اللحظة دي. امتنان الكويت ما كانش مجرد كلام دبلوماسي، لأ، ده كان تعبير حقيقي من القلب، بالتقدير لآلاف الخبراء ورجال الإطفاء اللي خاطروا بحياتهم عشان يساعدوا يطفوا الجحيم ده. بس بتفتكروا القصة خلصت هنا؟ لا، إطفاء الحرائق كان بس الفصل الأول. الانتصار ده فتح الباب على المعركة الحقيقية والأصعب والأطول، معركة تنظيف كل الدمار البيئي اللي سابته الكارثة دي. وعشان بس نستوعب حجم المشكلة، بنتكلم عن 26 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالنفط. دي كمية تملأ آلاف حمامات السباحة الأولمبية. مهمة تنظيفها كانت في الحقيقة أصعب وأعقد بكتير من إطفاء النار نفسها. وعشان يواجهوا التحدي الضخم ده أطلقوا برنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة، وده زي ما هو واضح أكبر مشروع معالجة بيئية من نوعه في العالم. البرنامج ده شغال على كل حاجة، التربة الملوثة والبحيرات النفطية وحتى التسربات اللي حصلت في الخليج. مشروع بيكلف مليارات الدولارات وبيتم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وهي دي النقطة المهمة. لو إطفاء الحرائق كان سباق سرعة، فعملية التنظيف دي عبارة عن ماراثون طويل قوي، لدرجة إنه لسه شغال لغاية النهاردة، والخبراء بيقولوا إنه ممكن يحتاج عقد كامل أو أكتر كمان عشان يخلص.
طيب في الآخر خالص بعد كل اللي شفناه وسمعناه ده، إيه اللي فاضل من قصة حقول اللهب دي؟ وإيه الدرس اللي ممكن نتعلمه من الحكاية المرعبة دي؟ فاكرين هاشم سيد هاشم اللي بدأنا بيه القصة؟ كلامه هنا بيلخص كل حاجة. الرؤية اتغيرت. الهدف ما بقاش بس إننا نصلح اللي اتكسر ونرجع للماضي، لأ، بقى إننا نستغل المأساة دي عشان نبني مستقبل مختلف، بيئة جديدة أنظف وأحسن للأجيال اللي جاية. فالقصة دي سابت وراها حاجتين عكس بعض تماماً. من ناحية مثال مرعب ومخيف لقدرة الإنسان على التدمير، وإزاي ممكن البيئة تبقى هي ساحة المعركة. ومن ناحية تانية قصة ملهمة عن الصمود والتعاون، وإزاي ممكن فعلاً نقوم من تحت الرماد. والحكاية دي بتسيبنا في الآخر مع سؤال مهم جدا لازم نفكر فيه. هل العالم فعلا اتعلم الدرس؟ هل الدروس اللي شفناها في الكويت عن أهمية التعاون الدولي والالتزام بحماية الكوكب كافية فعلا عشان نضمن إن كارثة زي دي ما تتكررش تاني أبدا في المستقبل؟